السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه الخامسه من سلسله جيت فور بيجنرز. في الحلقه اللي فاتت كنا وقفنا عند اننا عملنا مشروع جديد وعملنا الجيت انت، وبقى عندنا فولدر فاضي تماما والجيت خلاص متفاعل جواه. دلوقتي عايز اوريكم اول كوميت هنعمله وافهمكم كمان ليه اصلا محتاجين الستaging اريا وايه علاقته بالكوميتس بالريبوزيتوري اللي هي فولدر الدوت جيت. اول حاجه هنتاكد ان كل حاجه شغاله. هنيجي نكتب هنا get status. النتيجة اللي هتطلع لك هيقول لك ايه؟ ان انت على البرانش مين ومفيش اي كوميتس حاليا. الكوميتس هنا قصدنا بيها ايه بقى؟ ان احنا ما عندناش اي سناب شوت للمشروع. تمام، لحد دلوقتي المشروع بتاعنا فاضي ومفيش حاجة محفوظة في الجيت بتاعنا. هعمل دلوقتي ملف بسيط جدا وهسميه my first code. هنكتب my first code .txt. ليه txt هنا؟ عشان انا مش عايز حد يتشتت معايا وانا بشرح، مش عايزين نوحد لغة برمجة معينة. تمام، لان عامة الجيت مش انت هتكتب له لغة معينة فهو هيفهمها. لا، هو هيتعامل مع كل اللغات كأنها واحد، كأنها مثلا عبارة عن تكست. هو مش بيفهم اللغة، هو بيتعامل مع الفايلز مش مع اللغات. فاحنا هنا معانا فايل نوع txt، فاحنا هنكتب ايه؟ تكست، تسهيلا للناس اللي بتتعامل مع لغات برمجة مختلفة. فهنيجي مثلا نكتب هنا hello world. بعد كده نعمل كنترول اس عشان نسيب الفايل. تمام، دلوقتي الملف بتاعنا موجود فين؟ في الوركينج دايركتوري. تمام، قلنا working directory المرة اللي فاتت اللي هي الفولدر بتاعنا، اللي هو في الحالة دي اللي هو الفيرست بروجكت، اللي بيبقى فيه مجموعة الفايلز بتاعة البروجكت بتاعي. طيب تعالى كده نقول الجيت بيتعامل في شغلك مع 3 مناطق رئيسية: الوركينج دايركتوري، الستaging اريا، ريبوزيتوري. الوركينج دايركتوري ده المكان اللي انت بتكتب فيه الاكواد او اللي فيه مجموعة الملفات بتاعتك. الستaging اريا المكان اللي انت بتجهز فيه الملفات ديت قبل ما تحفظها بشكل رسمي في الدوت جيت. يعني انت بتحضر الفايلز بتاعتك في الستaging اريا، والمرحلة الجاية اللي انت تعملها كوميت عشان تروح تالت مكان معانا وهو الريبوزيتوري، وده اللي جواه فولدر الدوت جيت. ده المخزن اللي بيحفظ كل الهيستوري بتاعة المشروع اللي فيها كل الكوميتس بتاعتك. تمام، ليه محتاجين staging اريا في النص؟ طب ما من الوركينج دايركتوري ابعت الريبوزيتوري على طول. تخيل ان انت عندك 5 ملفات وعايز تحتفظ بمنهم ب2 بس، عدلت عليهم دلوقتي. الستaging اريا بتسمح لك تقول للجيت احفظ الملفات دي بس قبل ما تعمل كوميت. تمام، يبقى انت احتفظت بال5 ملفات في الستaging اريا، بس انت قررت اللي هما مش ال5 كلهم هتعملهم كوميت، لا هتختار منهم 2 بس. تمام، كده عندك تحكم كامل في اللي بيتسجل في التاريخ واللي مش عايزه يتسجل. كده قدرت تعمل تراكنج للفايلز بتاعتك. تعالى كده نشوف، نكتب جيت ستاتس. هنا قالك قالك untracked file، واسم الفايل اللي هو untracked file اللي هو my first code.txt. بيقولك انا مش عامل تراكنج للملف دوت. قلنا اتفقنا عشان نخلي الجيت يتعامل مع الفايلز بتاعت المشروع بتاعنا لازم نوديه للستaging اريا. هو هيفهم الفايلز اللي موجوده في الستaging اريا، هي ديت الحاجات اللي انت عايز تعمل لها تراكنج. طب عشان تضيفه في الستaging اريا هتكتب هتكتب الكوماند الجديد ده اللي احنا هنتعلمه النهارده اللي هو get add. بعد كده اقول له اسم الفايل بتاعك اللي هو my first code.txt. المفروض دلوقتي ان هو ضافه في الستaging اريا. لو لاحظت هنا في الفايل فوق هتلاقي مكتوب حرف ال A. حرف ال A دوت ده معناته ان انت هنا دلوقتي ان الفايل دوت بقى موجود في الستaging في الستaging اريا. هنعمل تعالى نجرب نعمل get status نشوف هو هيرد يقول لي قال لي ان انت دلوقتي عندك نيو فايل في الستaging اريا اسمه my first code.txt، وان هو جاهز اللي انت تعمل له كوميت. تمام،
وهنا بيقول لك هنا ايه اللي انت تقدر تعمل انستيج للفايل. يعني ايه انستيج؟ اللي انت ممكن تحذف الفايل دوت من الستaging اريا يعني، ماشي، تشيله من الستaging اريا. طيب ازاي؟ بالكوماند دوت جيت rm داش داش كاشت وبعد كده اسم الفايل. طبعا احنا مش هنعمل دلوقتي كده، احنا عايزين نعمل المرحله اللي جايه اللي هي ايه، ان احنا نعمل كوميت للفايل دوت. يعني ايه اصلا كوميت؟ الكوميت هو السناب شوت للمشروع بتاعك في لحظه معينه. انت كنت قاعد بتكتب الكود بتاعك في لحظه معينه، قلت تمام انا اكتفيت بكده خلاص دلوقتي، وهاخد سناب شوت للبروجكت بتاعي في الحاله دي. تمام. كل كوميت بيتخزن جوه الريبوزيتوري اللي هو الفولدر دوت جيت، ومعاه المعلومات زي ايه؟ الملفات اللي اتغيرت، مين اللي عمل التغير ده، تاريخ ووقت التغير، رسالة بتوصف التغير ده. لما تعمل كوميت جديد يعني كأنك بتضيف صفحة جديدة في كتاب الهيستوري بتاع المشروع بتاعك، وده اللي بنسميه البروجكت هيستوري. تمام. تعالى نعمل اول كوميت لينا كده. هنكتب جيت كوميت بعد كده داش ام، تعمل دبل كوتس. طب ايه داش ام ديت؟ داش ام دي، الام دي خدها كده، دي اختصار لايه؟ لمسج، اللي انت هتكتب مسج. تمام. ليه احنا محتاجين نكتب مسج مع الكوميت بتاعنا؟ قلنا الكوميت اللي هو السناب شوت، عشان انت لما تيجي ترجع للسناب شوت دي تبقى انت فاهم انت عملت ايه في السناب شوت ديت، ايه التعديلات اللي انت غيرتها. هل انت كنت بتضيف فيتشرز جديده في الكود؟ هل انت كنت بتحل مشكله، بتفكس باج معين في اي بي اي او بيمنت، او في اي مشكله كنت انت بتحاول تصلحها؟ فانت محتاج توضح برساله الكوميت ده انت كنت بتعمل فيه ايه. طيب هنا انا هكتب بس ايه my first code my first comment. طبعا ده مش رسالة ملهاش معنى، احنا بنعمل مثال، لكن انت لازم تكتب ايه؟ رسالة بتوضح انت عملت ايه. تمام. هنيجي بقى ندوس انتر كده. تمام. بيقول لك ان one file changed one insertion، يعني تمام انت ضفت اول فايل خلاص بشكل رسمي للبروجكت ايه بتاعك في الريبوزيتوري. دلوقتي تعالى نشوف الحالة بتاعت المشروع. تعالى نعمل get status. هنا هو بيقول لك ايه؟ on branch main nothing to commit working tree clean، يعني كل حاجة محفوظة، كل حاجة تمام زي الفل كده. هو ايه؟ انت بيقول لك خلاص انت ما عندكش اي حاجات تعملها كوميت تاني. سوري معرفش ايه الكتاب دي كده. ماشي. يبقى هو عمل كوميت لمين؟ الفايل اللي جواه ايه؟ الكونتنت ده اللي هو هالو وورلد. ماشي. الكونتنت بتاع الهالو وورلد خلاص عمل له كوميت، حفظ السناب شوت دي، خدها سناب شوت كده. لو جينا نعمل جيت لوج، ايه جيت لوج دي هتورينا شويه معلومات على كل الكوميتس الموجوده عندي في الريبوزيتوري. ندوس كده انتر ونشوف. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك الكوميت اهيت. طب ايه الرقم الكبير ده؟ ده الكوميت اي دي. تعالى كده بص هنا معايا. نسيت اقول لك ان انت لما جيت تعمل الكوميت بتاعك هنا، بص كده هو عمل لك ايه؟ عمل لك ارقام كده عشوائيه غريبه كده، صح؟ الارقام العشوائيه الغريبه ديت دول كام حرف؟ 7 حروف معاك. تمام. ال7 حروف دول عباره عن ايه؟ الاي دي اللي بيعرف كل كوميتس. انت لو حبيت تيجي ترجع لكوميت معينه لازم يبقى معاك الاي دي بتاعها، تبقى انت عارف الاي دي بتاع الكوميت دوت. تمام. عشان لو حبيت ايه ترجع له وتفتحه وتشوف ايه المعلومات اللي انت عايز ايه تدور عليها فيه. تمام. مين اللي بيولد الرقم الغريب دوت؟ الجيت بيستعمل الجوريزم في توليد الحروف ديت او توليد الاي دي دوت، اسمه الاس اتش اي 1. تمام. هم اصلا بيبقوا 40 حرف، بس انت لما بتيجي تعمل الكوماند دوت هو بيقول لك ايه؟ 7 حروف اهوت من ال40، عشان اختصارا يعني للايه لل40 حرف. اكيد مش هتكتب ال40 حرف عشان ايه توصل للكومنت بتاعك، لا اكتب اول 7 بس من الشخص اللي عمل الكومنت دوت، عشان لو انت شغال في تيم تبقى انت عارف كل واحد عدل في على ايه وغير في ايه، وعندك الديت برضو اللي هو وقت الايه، وقت التعديل. يبقى تمام. يبقى قلنا الكوميت اي دي دوت اهم حاجه تبقى انت طالع فاهمها دلوقتي. يبقى انت هنا عندك الكود كوميت اي دي. هقول لك برضو بشكل اخر ان انت عندك التشيك سم، حاجه اسمها التشيك سم دي. انت دلوقتي معاك الفايل تمام، انت لما تيجي تعدل عليه تيجي تعمل له كوميت، هو بيعمل التشيك سم. يعني ايه؟ بيشوف هل الفايل ده انت عملت فيه تعديل دلوقتي، بيقارنه بالفايل الايه اللي قبل كده.
ماشي باخر كومنت انت عامله، يشوف هل هو نفس الكونتنت ونفس كل حاجه ولا انت غيرت حاجه. لو انت غيرت حاجه لا خلاص انا هعمل ايه، كومنت اي دي جديد. يبقى ده هو اللي تشيك سم، ده مفهوم اللي تشيك سم، حبيت ايه اذكره. طب دلوقتي بعد ما عملنا اول كومنت خلاص وهو اتحفظ في الايه الريبوزيتوري بتاعتنا، نقول حاجه كمان عايز اقول لك بس تاخد بالك من الايه، من الهيد. هيد بيشاور على ايه، على المين. ايه ده بقى، احنا عارفين ان المين ده هو اسم البرانش بتاعنا. طب ايه هو الهيد دوت، هقول لك عليه دلوقتي، ركز معايا. تخيل كده الاول عايزين نقول كوماند قبل ما نقول الحته ديت. لو انت دلوقتي الفايل بتاعك اهوت جيت تعدل ايه فيه، جيت مثلا تقول ايه، خد بالك ان التعديل دوت مش لازم اللي انت كتبت كلام يعني، لا انت لو عملت سبيس بس كده، انا عملت سبيس اهوت، ده بالنسبه له تشينج. تمام، فحتى السبيس هو عباره عن ايه، اللي انت عملت تشينج في الفايل، فخد بالك من الايه، من الحته دي. طب تعالى دلوقتي نكتب ايه، هلو جيت، ونيجي نعمل كنترول اس. بص هنا هيقول لك ايه، هيقول لك ام. ايه الام ديت، يعني انت عملت موديفاي على الفايل ده، خلاص الفايل ده بقى موديفايد. حتى هنا لو احنا جينا نعمل جيت ستاتس هيقول لك ايه، هيقول لك اللي انت عندك اهوت ملف انت لسه ما عملتلوش ايه كوميت. تمام، الملف اللي انت لسه ما عملتوش كوميت قلنا هنعمل كوميت ليه ازاي. الاول لازم نوديه للستaging اريا، بعد كده نوديه ايه من الستaging اريا للريبوزيتوري باستخدام الكوماند مين، جيت كوميت. طب انت لو عايز تختصر الخطوه ديت، انت معاك فايل واحد بس وعدلت عليه، عايز توديه للريبوزيتوري على طول من غير ما لسه هتقول ايه لا انا هحطه في الستaging اريا الاول. هتعمل كده ازاي، في اختصار اسمه الجيت كوميت، بعد كده اعمل داش ام زي ما انت بتعمل عادي جدا، واكتب الرساله بتاعتك. هنكتب هنا مثلا my second commit. طب ايه التغيير اللي احنا هنعمله، هنيجي هنا قبل الداش ام نكتب داش ايه، ده كده هيخليك تعمل كوميت من الفايل عندك في الوركينج دايركتوري للريبوزيتوري بشكل ايه، بشكل مباشر. تعال ندوس انتر كده. تمام، بيقول لك تمام ان هو ضافهولك. حتى بص كوميت اهوت، كوميت اتغير، مش نفس الايه، مش نفس الرقم بتاع الكوميت الاولاني عشان هنا حصل تغير. تمام، تعالى كده نشوف. لو جينا نعمل جيت ستاتس بيقول لك تمام انت ايه، مفيش اي حاجه انت محتاج تعملها كوميت، تمام كل حاجه معمول لها كوميت. وتعالى كده نعمل جيت لوج. طيب اهو عندك الماي فيرست كوميت القديم، وده ماي سكند كوميت ماشي، ده اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. خدت بالك من حاجه، خدت بالك ان الهيد اللي بيشاور على البرانش اللي اسمه مين دوت كان هو اصلا مع الايه، مع الماي فيرست كوميت، صح كده؟ طب هو دلوقتي اختفى من هنا، بعد كده ايه بقى موجود في الماي سكند كوميت. يعني اعتبره دلوقتي كده ان هو زي البوينتر بتاعك اللي بيقول للجيت انا واقف دلوقتي عند اي نسخه من المشروع بتاعك. يبقى دايما هتلاقي ان اخر كوميت انت عملته في المشروع بتاعك هو دوت اللي الهيد هيشاور عليه دايما. تمام، لو انا عملت دلوقتي ماي ثيرد كوميت هو الهيد هيشاور على الكوميت اللي هو ايه، تالت واحد. ده مهم جدا لما نشتغل على البرانشز ونعمل تشيك اوت للنسخه القديمه. طبعا هنشوف موضوع البرانشز دوت زي ما احنا بنقول كل حلقه، وده مهم جدا لما نبدا نشتغل على البرانشز اللي احنا لسه هنشرحها في الفيديوهات اللي جايه، وهنفهم ايه هو الهيد بوينتر في الوقت دوت لما نيجي نشرح البرانش. كده خلصنا الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل سبسكرايب ولايك وشير عشان ده بيساعدني ان انا اكمل في باقي الفيديوهات. وشكرا جدا ليكم.